النادي المصري، وحطيت كلام الدكتور اكرم. في الاول ما رضيتش احط الشريط كله لانه الكلام كله صعب جدا، والدكتور اكرم اعتقد لما شافه دلوقتي هو نفسه حس انه كان فيه اخطاء كثيره. خدت قصه 1 2 3 فقط لا غير، لانه 7 8 دقائق هتبقى كتير على الساده المشاهدين، فقلت ان الافضل اختصر، وتكلمت على الدكتور اكرم الشاعر بمنتهى الاحترام، وقلت بالحرف الواحد اني زاملته، وتشرفت ان انا اكون زميل لي داخل مجلس الشعب، واشهد انه كان نائبا معارضا محترما ايام ما كنت انا في الحزب الوطني الحاكم، بالحرف الواحد كده. اتكلمت على الناس كلها بمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير دون ان اشيل احد. من البدايه يا كابتن هادي انا برفض تماما قصه ان احنا نقحم بورسعيد في الموضوع من اول ثانيه، وانا في عز انفعالي وغضبي. لما كانت وزاره الصحه بتقول في واحد مات بقول لها 15، بتقول في 10 بقول لها 38، بتقول في 40 بقول لها 70. لو هناك بني ادم كافر شايف المشهد ده بالتاكيد كان هيكون في قمه الانفعال. انا الوحيد اللي القيت الضوء ان هناك شهداء من بورسعيد وهناك شهداء من جنود الامن المركزي، وقلت المصيبه لما بتحصل بتاخد الناس كلها مع بعضها. ما قلتش ابدا ان احنا ممكن نفرق بين واحد وبين الثاني، ومن اول ثانيه قعدت اتكلم على بورسعيد بما يليق ببورسعيد. اذا كان في واحد طلع في جمهوريه مصر العربيه، واحد فقط لا غير، اتكلم او انكر دور بورسعيد فهو يحاسب، لكن هنجمع الناس كلها اعتقد ده امر غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد. عفوا يا كابتن هادي، من البدايه انا اعلنت انه لا يوجد حصار على بورسعيد، وجبت السيد اللواء سامح رضوان مدير امن بورسعيد اللي اعلن ان كل شيء متوافر وموجود في بورسعيد، وان الامر هو كسوف. الناس صعبان عليها، الناس مكسوفه، الناس حزينه، الناس غضبانه من اللي حدث، لكن قال لي كل الامور موجوده. لم نرى سياره واحده مهشمه او محطمه او مضروبه خالص، لكن الناس اتكسفت. ومن البدايه يا كابتن هادي كنت اكثر الناس حرصا ان كابتن النادي المصري كابتن كريم ذكري يكون موجود عندي ضيف عشان يتكلم بلسان لاعبي النادي المصري. هناك فارق بين النادي المصري وجمهور المصري ومدينه بورسعيد، وحرصت على ده مرارا وتكرارا. لقيت كلام كتير جدا بيتقال على كلامي على لساني ان انا قلت، واجمل شيء يا كابتن هادي ان ده شريط موجود. يعني حضرتك لما حد يعوز يستعين بحلقه يجيبها، ادي الحلقه اللي كان بيقدمها الكابتن هادي واللي كان ضيوفه فلان وعلان، وبالتالي مفيش ادنى مشكله للحاجات دي كلها. دكتور اكرم هو بعضا من زملائه الافاضل بيتهموني بالتعصب. الشرايط موجوده يا كابتن هادي. انا قبل المباراه ب 48 ساعه كان ضيفي الزميل الاعلامي العزيز طارق رضوان، وعرفنا ان في احتقان شديد جدا، طلبنا على الهواء مباشره تاجيل المباراه. قالوا هيبقى صعب جدا دلوقتي. قلت بقترح اقتراح قد يغضب البعض، وهو ان الاهلي يروح الى بورسعيد بدون جماهيره، ولما يجي النادي المصري الى القاهره يجي بدون جمهوره، وده يحصل في الماتشات الجماهيريه الشعبيه، خصوصا انه مباراه الاتحاد والمصري في بورسعيد حصل فيها اخطاء كثيره جدا، وحصل فيها بعض التعدي على بعض من جماهير الاتحاد. وقلت ده يا جماعه ارجو ان الاقتراح ده يتم العمل به. قالوا برضه هيبقى صعب. عملت ما هو افضل، جبت الكابتن سيد عبد الحفيظ على التليفون مدير الكرة بالاهلي، جبت الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة بالمصري على التليفون، وعملت مصالحة على الهواء مباشرة بين الاثنين. بحاول كاعلامي محترم منضبط متزن ان اخلق اجواء ايجابية لهذا اللقاء، عشان انا عارف مدى الحساسية اللي في الوقت ده اللي بتحيط بهذا اللقاء يا كابتن هادي. ومع ذلك احدهم اظن طلع هاجمني وقال لك ده ما ينفعش، وده ازاي بتعمل مصالحات وبتعمل كده. الاكثر من كده جبت السيد مدير الامن السابق على التليفون، قلت له يا فندم الاجواء متوتره جدا والكلام بيقول كده. قال لي على مسؤوليتي ييجوا، وجماهير بورسعيد مجهزه لافتات تتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، ومفيش حاجه اسمها لا طوب ولا اعتداء، ده هيقابلوا جماهير النادي الاهلي بالورود يا كابتن شوبير. ده السيد مدير الامن في مكالمه على الهواء مباشره. كابتن هادي مش كل مرة هنفضل نقول بورسعيد بريئة وكأنها ديباجة، احنا اللي لازم نقول بورسعيد بريئة، بورسعيد بريئة، بورسعيد بريئة، بورسعيد بريئة، كلمة محسومة ومنتهية تماما. لكن هناك من هم من أبناء جماهير النادي المصري دبروا بمساعدة، إذا كانت الكلمة دي هترضي الدكتور أكرم، الفلول، بمساعدة البلطجية، بمساعدة القتلة، بمساعدة السفاحين،
فلا بد من ايجاد حقهم، ولا بد من البحث عن حقهم، لان ده امر مهم جدا. لا يعقل يا كابتن هادي زي ما قال والد انس انه يبقى فيه 75 ذبيح، 75 شهيد، 75 قتيل، وفي طبل ورقص وواحد اتنين تلاتة، مش من الدكتور اكرم، بلاش من الدكتور اكرم، من الجماهير اللي قعدت تغني واحد اتنين تلاتة. الوحيدة اللي حذفتها يا كابتن هادي هي الهتافات المسيئة ضد احد الاعلاميين في المدرجات باسوأ انواع السباق. ما احزنني ان الدكتور اكرم يا كابتن هادي انه حتى لم يتقدم بالعزاء لاسر الشهداء وهو في الصالة المغطاة امام هذا الجمع الغفير، انه لم يبدأ هذا الاحتفال او هذا المهرجان بدقيقة لقراءة الفاتحة او قراءة القرآن على ارواح الشهداء، وخصوصا ان في 5 ماتوا من ابناء بورسعيد من ذنبهم انه بيشجعوا النادي الاهلي. ما احزنني كمان يا كابتن هادي انه الدكتور بيقول الناس كانت ولعة في بورسعيد، ولع وانا بهديها، فما بالك باسر الشهداء؟ ولا عشان المصري هينزل، ولا عشان المصري هيتعاقب، ولا عشان الملعب مش هيتلعب فيه مباريات، ما يتلعبش فيه مباريات، ما ينزل النادي المصري ولا ياخد الدوري ولا ياخد الكاس. ما بالك بابو انس وام عمر وام خالد وام الاطفال كلهم ممكن يكونوا فيها ايه؟ سؤال كمان انا بس بتساءل بيه يا كابتن هادي للدكتور اكرم وللكابتن وليد. اتفضل. هو ايه سبب احتقان بورسعيد؟ هو ايه اللي مزعل الاخوه الاعزاء في بورسعيد؟ ايه اللي مضايقهم بالظبط؟ يعني ما هو وجه الغضب؟ انه في قرار رياضي هيصدر؟ ما يصدر قرار رياضي، وقلت مرارا وتكرارا طبقا للوائح، اللوائح بتقول يهبط فليهبط النادي المصري، مفيش مشكله خالص. والدكتور اكرم اعتقد انه اكتر واحد يكون حريص على تطبيق اللوائح والقانون، هو كان بيحارب لما كان في المعارضه ازاي النظام وازاي القانون. الدكتور اكرم يعلم تماما اني احد النواب الذين رفضوا بيان الحكومه وانا عضوا في الحزب الوطني، واعتقد وهذه حقيقه لا ينكرها الدكتور اكرم اني الحمد لله كنت نائب زميل لي محترم داخل مجلس الشعب، وكنت وكيل محترم للجنه الشباب. ازاي انا اقبل من الدكتور اكرم انه يقول انا عندي حساب مع 3 وان انا اطالب بايقاف برامجهم؟ هل دي الحريه اللي بينادي بيها الدكتور اكرم الشاعر؟ هل دي الحريه اللي احنا كنا بنقول او انتوا بتقولوا انه كانت موقوف؟ انا الوحيد، انا الاعلامي الوحيد في تاريخ مصر يا كابتن هادي اللي تم ايقافه عن العمل سنه وانا نائب في الحزب الحاكم، ومع ذلك احتسبت وصبرت والحمد لله عدت اقوى مما كنت. مش عايز اعملها لاحمد شوبير لانه داعي، لكن هي كلمه عتاب وكلمه لوم الدكتور اكرم. وانا على فكره كنت سعيد باعتذاره، يمكن بختلف مع والد الشهيد انس انه الدكتور اكرم على الهواء مباشره، وده مكان اكبر من الصاله المغطاه، وده مكان الدنيا كلها بتتفرج عليه، فهو قدم الاعتذار. بالتالي نقبل هذا الاعتذار من الدكتور اكرم الشاعر، لكن لا اقبل انه يطالب بايقاف برامج او منع اعلاميين او ان هناك حساب. لو ان هناك امر ما يتقدم بالنائب العام بالشرائط، بالجرائد، بالمستندات التي تثبت ان هناك من اشعلها نارا، ان هناك من ارادها فتنه. ده كلامي ودي كلمتي، وتحت امرك لو عايز تقول اي حاجه حضرتك او الدكتور اكرم او الكابتن. الكابتن شوبير، واضح من كلامك ان يعني ما شاء الله كلامك مرتب من بدايه الاحداث، وانت قلت في بدايه كلامك ان انت لا تدعو الى التعصب، وجبت الادله من كلامك والادله الموثقه عندك في البرامج. فاذا كان هناك اي كلمه ضد الكابتن احمد شوبير او يعني بتدعو الى التعصب، فليذهب اي احد الى الارشيف ويطلعها ضد الكابتن احمد شوبير. طبعا موجوده بالكامل يا كابتن. تمام. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لها يا كابتن شوبير، ان انت التسلسل اللي حضرتك قلته، التسلسل المنطقي اللي حضرتك قلته، وصلت عند نقطه الدكتور اكرم الشاعر، وقلت ان الدكتور اكرم الشاعر طلب ان هو ايقاف البرامج الرياضيه اللي هي من وجهه نظره المحرضه للجمهور المصري، وانت بتتساءل بشكل مباشر اين الحريات؟ اين حريه التعبير؟ ان النهارده برنامج قيم مثلا زي الكابتن احمد شوبير يجب ان هو يكون منبر اعلامي للجميع. كابتن شوبير، ما هو دكتور اكرم الشيء اللي بتاخده على برنامج كابتن شوبير، او بتقول ان هو يعني كان بيوحي الى التعصب؟ اولا يعني احنا بنحترم الاستاذ الكابتن شوبير ايام ما كان نايب، لكن دلوقتي النيابه هي اللي تحكم ما بيننا وبين بعض، ولكن للاسف انا مش لا اعطي نفسي الحق في رفع اي حاجه للقضاء الا بعد ما تطبيق القضاء ووصول حق الشهداء اللي ماتوا في بورسعيد.
بعدها انا ادور على حقي وارفع قضايا وكلام من ده. الحاجه الثانيه، حضرتك كشخص محترم واعلامي ممتاز، واذا كان استاذ شوبير اقدم منك في الاعلام، احنا بنتعلم من كابتن احمد شوبير. تتعلم منه. طبعا. بس بقى تعلمش منه الحته اللي عملها بقى. انت عملت الصح. لما حد يتكلم على محسن صالح، الاستاذ كابتن محسن صالح، قلت له لا، وجبت الاستاذ كابتن محسن صالح رد. كابتن شوبير وغيره ماسكين القناه الفضائيه، اتكلم لوحده بلغه واحده، بيخاطب وحده كانه بيخاطب واحد بلغه واحده. هل هو ده الاعلام؟ كابتن شوبير لا انا مش عايز، لا لو سمحت. طيب. انا ما بيني وبين الكابتن شوبير في القضاء. ماشي. اللي بينه وبينه في القضاء، بس مش الوقت. طيب انا بس عايز دكتور الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه، خليك معانا يا كابتن شوبير. انا على الكابتن شوبير اللي قاله محمد جمال بشير بس يكفيني. طيب. عارف محمد جمال بشير؟ اسعد جدا لما الالتراس محمد جمال بشير لان انا بقول لك على الهواء انه شخص ملحد، وانه شخص سلوكياته معروفه. واذا كنت انت عن حزب الحريه والعداله شايف انه ده اصبح القدوه بالنسبه لكم، ده اعتقد يبقى لا انا ما تغير كبير جدا. انا بقول اللي قالوا عنك وانت عملت ايه في الالتراس. مندهش الحقيقه يعني. انا مش عايز حوار. لا اقبل انزل لنفسي مستواي عمره ما ينزل ان انا اكلم الاستاذ كابتن شوبير مباشره. لا ما ينفعش دكتور اكرم، ما ينفعش الدكتور. لا انا لا اقبل هذا الامر. لا اقبل. لا معلش دكتور اكرم. لا حضرتك انا قلت لك من الاول، انا حضرتك قلت لك ما تجيبوش كامل الاحترام. انا قلت لك الحوار اللي بينه وبينه نيابه. حضرتك بس معلش كابتن شوبير، في جزئيه مهمه بس عشان الدكتور اكرم تناولها بشكل او باخر. حضرتك ككابتن احمد شوبير هو بيقول ان العلاقه ما بينك وما بينه هو القضاء، والقضاء هو مش هيلجأ ليه الا بعد وضوح القصاص العادي. اتمنى والله يا كابتن هادي انه يلجأ للقضاء النهارده قبل بكره، اتمنى الحقيقه. تمام. واتمنى ان كلنا بقى يعني الدكتور اكرم يبادر برفع الحصانه عن نفسه، لان ده مهم جدا، واكون شاكر ليه لما يتخذ هذه الخطوه الشجاعه، عشان في النهايه تصل الشرايط الى النيابه وتصل الشرايط الى القضاء وكل واحد ياخد حقه. اما كابتن محسن صالح فاعتقد ان انا ما اتكلمتش عنه في كل احترام وكل تقدير او اي حد. مره اخرى يا كابتن هادي، اتفضل. افضل ما في البرامج انها بتبقى مذاعه، يبقى هناك شرايط ولا يمكن لاحد ان يعبث بها على الاطلاق. فانا ههدي للدكتور اكرم الشرايط بالكامل وهبعتها الى مجلس الشعب، الى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، عشان اذا كانوا عايزين يطلعوا عليها. وارجو ان الدكتور اكرم لا يؤجل تقديم بلاغ للنائب العام فيا الى بعد شهر او شيء. ارجو انه يقدمه بكره، بس ارجو انه يتقدم بطلب الى السيد رئيس مجلس الشعب يطلب فيه رفع الحصانه عنه. يا كابتن شوبير احنا بس عايزين عايزين امام القضاء. كابتن شوبير، هو بس الحاجه اللي حضرتك يعني ممكن تجاوبنا عنها، لان طبعا حضرتك يعني اعلامي قدير وكبير، هي فكره ان الدكتور اكرم كان له حق ان هو يرد بغض النظر يعني اساء او اخطا، بس له حق ان يرد في البرنامج بتاعه. وانت تعرف يا كابتن هادي، انا كنت كابتن عليك في النادي الاهلي وعلى الكابتن وليد، وتعلم مدى احترامي النفسي ومدى احترامي لزملائي ومدى احترامي لمنافسيه، لان ما فيش خصوم في هذا الوطن، كلنا ابناء وطن واحد. وانا ضد الكلام الفارغ بتاع الفلول والمش عارف ايه والكلام الفارغ ومحاوله تقسيم الوطن الى شيع واحزاب. هذا امر غير موجود وغير مقبول. دكتور اكرم عايز يرد يتفضل، اهلا وسهلا، ياخد المساحه اللي هو عايزها. انا جبت الدكتور اكرم اللي قاله في الصاله المغطاه، جبت الدكتور اكرم لما ابكى مصر كلها على ابنه وتمنيت له الشفاء والسلامه في مجلس الشعب، بس فقط لا غير. هذا ما فعلته، لا اكثر ولا اقل يا كابتن هادي. كابتن اهلا وسهلا، يحب يرد حتى في غيابي، يجيب انا الحلقه ويجيب احد الزملاء يقدم الحلقه، الف اهلا وسهلا. دكتور اكرم لم يطلب الرد من قريب او من بعيد، لم ياتيني طلب انه يجي عشان يرد اهلا وسهلا. وانت عارف ان دي طبيعتي وده اسلوبي في الاعلام الهادئ الهادف المحترم القوي المتزن يا كابتن. شكرا يا كابتن شوبير على مداخلتك معانا. كابتن وليد اتفضل. المشكله ان احنا مش عايزين نسمع بعض. للاسف ان احنا اتربينا على نظام قمع. للاسف احنا ما بنسمعش بعض. يعني الكلام واضح وصريح. كابتن شوبير بيقول حقائق بالصور والمستندات، وان في حلقات على الهوا وقال كذا 1 2 3 4. واضح ان الشحن يا كابتن هادي يا دكتور اكرم في البلد كلها قالوا له. اصل انا قالوا لي ان بيقولوا